مو بس الشعب الأوروبي أو الشعب الصيني والياباني والكوري بالدول المتقدمة قادرين على الاختراع أو التصنيع، حتى السوريين يا جماعة قادرين أنه يخترعوا ويصنعوا بأبشع الظروف وبأقساها. اليوم رجل من ريف دمشق سوري اخترع سيارة كهربائية بإدلب. لحتى نتعرف على الرجل وعلى السيارة اللي تم اختراعها خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالبداية تعرفنا عن نفسك ومن وين اجتك الفكرة؟ يوسف حسين الهمام، خريج كيمياء تطبيقية جامعة دمشق، عضو جمعية المخترعين السوريين. الفكرة جت نتيجة حاجة، كنا احنا بنستخدم الميتور دراجة نارية لتنقل أنا والعيلة. كبرت العيلة صار بدنا سيارة، فباعتبار عندي خبرة بالتصنيع والاختراعات قررت أصمم هالسيارة هي كنموذج أولي تجريبي، وبلشت فيها والحمد لله صارت يعني. شو هي مراحل صنع السيارة؟ مراحل صنع السيارة، أول شيء الفكرة، أهم شيء طبعا الفكرة. بعدين بلشنا بالحديد، جبنا المحرك مستورد، محرك كهربائي مستورد. باقي الأشياء أنا صنعتها بإيدي، أجهزة التعليق والهيكل وأكثر الأمور. في بعض العناصر الكهربائية والإلكترونية اشتريناها من السوق متوفرة يعني. كم كانت تكلفتها الإجمالية للسيارة؟ التكلفة الحقيقية أنا لحد الآن ما حسبتها، ولكن للعموم إن شاء الله بس تنزل راح تكون تقريبا حسب المواصفات بحدود ال1000، بتزيد شوي أو بتنقص شوي حسب المواصفة اللي نحطها. من عدا هذا السعر من عدا ثمن البطاريات، لأنه ممكن البطاريات تكون كبيرة، ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون ليثيوم، ممكن تكون رصاصية. ولكن اللي بقرر هالشيء هو المستخدم، إنه لوين هو بده يمشي، قديش المسافات اليومية اللي بده يتحرك فيها. شو فائدة اليوم هي السيارة بالمجتمع بالمناطق المحررة عنها؟ هي السيارة لها فائدة إن شاء الله كبيرة، إنه أول شيء يعني اللي بده يرتاح من ركب الميتور، ركب الدراجة النارية، ممكن يستخدم هي السيارة بسعر قريب من الميتور يعني. والأهم من هيك إنه تشغيلها اقتصادي، يعني ممكن سيارات تلاقي سيارة ب1000 بس تشغيلها اليومي مصروف بنزين ومازوت. في مخطط قادم لتطوير السيارة أو ممكن يكون في نماذج مشابهة بالأيام القادمة؟ الحقيقة هذا باب واسع إن شاء الله، وراح ينفتح قدام السوريين إن شاء الله. ولكن نحن مقامنا حيث نضع أنفسنا، نقرر نسوي هالشيء حتحول لمصنع سيارات ممكن الناس تستثمر فيه بأسس اقتصادية حقيقية وليس يعني تعاطفا أو كذا. ممكن إن شاء الله نصنع ونصدر، وراح يكون في نماذج اللي بدكم إياها أنا ممكن أسويها إن شاء الله، سواء وسائل نقل حمولة بيك آبات يعني، أو للأشخاص أو فانات صغيرة أو حتى ميتورات. الأمر متاح جدا. رغم الإمكانيات الضعيفة قدر أبو عبد الله المنحدر من ريف دمشق انه يصنع سياره كهربائيه ولاول مره بالمناطق المحرره. الشيء الحلو يا جماعه بهذا النموذج انه هو نموذج اولي قابل للتطوير بالايام القادمه ان شاء الله تعالى. لراديو ثوره شامل حمصه، مدينه بنش.